تفاح، أنت متهم بالغرور الزائد والتباهي الدائم بلمعانك. الثقة ليست غرورا يا سيادة القاضي، أنا فقط أحافظ على صحتي ولمعاني. تبدأ الجلسة. غرور؟ أنا فقط أعتني بنفسي وأدعم القلب وأحافظ على الصحة. سيادة القاضي، هو يتفاخر دائما ويقول تفاحة يوميا تبعد الطبيب. تفضل. لأن حقيقة أنا غني بالألياف وأدعم المناعة. ليس هذا كل شيء، هناك سر لم يخبركم به. المحكمة ستفتح تحقيقا خاصا في هذا السر. القضية لم تغلق بعد. نبدأ الجلسة الخاصة لكشف سر التفاح. هناك تفاح حلو وهناك تفاح حامض، هو يبيع نفسه كأفضل خيار دائما. أنا أمثل نفسي فقط. دودة، اعتراض، هذا حادث فردي. المحكمة لا تحاكم الشكل بل الحقيقة. التفاح غير مذنب لكن الشفافية واجب على الجميع، وهناك فاكهة أخرى تحت المراقبة تباع.